موقع من مواقع السوشيال ميديا اصلا قبل واحد شويه بدا صاحبك ولا انت بغيتي تكتب هذيك الاعلان ولا داك البرودوي بغيتي تشريه. هذه ماشي الصدفه ولكن كيكون راه كيراقبك ومتابعك وكيسمع لك اشنو كتقول. يو واش رايك في الفيديو ان شاء الله كما شفتوا في المقدمه ديالو غادي نهضروا على تتبع الهواتف والتجسس. هو الاخوان قاموا بداو الفيديو ديالنا باش نهضروا داك الابوني تا جرسنا بالك اي حاجه شي كومونتير زوين بحال يبداو على بركه الله. غنجيو لثلاث المحطات. اول محطه عندنا الاخوان في هذا الفيديو اللي هي بعض التطبيقات اللي يطلبوا منك بعض الصلاحيات. ثاني محطه عندنا الاخوان في هذا الفيديو اللي هي بعض الامثله الحقيقيه لبعض التطبيقات. الثالث محطه عندنا الاخوان اللي هي كيف تحمي راسك من هاد التطبيقات اللي كتنزلهم في التليفون ديالك كيطلبوا منك بعض الصلاحيات وماشي بعض اللي كاين بزاف على حسب التطبيق. مثلا ميكروفون، كاميرا، الموقع، الايميل، مثلا هذيك الدخول، مثلا رقم الهاتف. هادو بعض المتطلبات ولا بعض الصلاحيات اللي ضروري خصك تدخلهم لاي تطبيق باش انه يسمح لك تستعمل ولا تخدم هذوك الخدمات اللي كيقدم. طلبيات هاد الطلبات ولا الصلاحيات اللي كيطلبوا منكم ماشي غير عمدا وانما هما كيستافدوا من هاد الطلبات. غادي بحال اش داير الاخوان هاد التطبيقات لي زابليكاسيون اللي كنت انستاليهم في التليفون ديالك واخا ما تكونش خدام بهم راه كيبقاو خدامين في الكواليس يا اخي ومن بعد. وفين كاين كاع المشكل؟ فين كاين هذا المشكل؟ المشكل الاخوان كاين في ان بعض الشركات كتستعمل هاد المعطيات اللي انت كتعطي ليهم في الاول ديال الانستالاسيون ديال التطبيق. تعرف انك انت اشنو بغيتي وشنو هو المتطلبات ديالك انت ولا شنو كتحتاج في الحياه اليوميه واشنو هي الاشياء اللي خاصها تسوق لك انت واللي انت اصلا محتاجها. يعني الاخوان الاعلانات اللي كيطلعوا لك انت ماشي صدفه وانما عباره عن طرق التجسس من بعض هذوك التطبيقات اللي اصلا دوك الشركات حاطاهم باش انك تعرف باش انها تعرف الطلبات ديالك انت. جوج ثاني محطه الاخوان اللي بعض الامثله لبعض التطبيقات اللي غنقول لكم الاخوان ثقوا بها كلشي كتعرفوهم وكلشي كيستعملهم. هو الاخوان قبل ما نديكم هاد التطبيقات هادو فبغيت نقول لكم تحذير لانني ما جايش ضد التطبيقات. غنحرضكم انكم ما تستعملوا التطبيقات بحال هكا غنكونوا متفقين الا نكملوا. اول تطبيق هذا الاخوان اللي هو تيك توك معروف ليا انه كيجمع بزاف ديال البيانات على المستخدمين. كنظن بلي كلشي عارفينها وما نحتاجش نفسر عليكم. ثاني تطبيق الاخوان اللي هو فيسبوك. هذا الاخوان كلشي متفقين عليها بان فيسبوك هذيك اصلا كلشي عارفها. اصلا تطبيق الفيسبوك الاخوان عارف بزاف ديال التسريبات والتتبع والتجسس. زائد تطبيقات الالعاب المجانيه خاصه المجانيه. لاعب كمستخدم كيبان داكشي عادي جدا كتلعب كتستمتع فابور بدون تفكير بدون انترنت كاع. الهدف الحقيقي وراء كل هاد الالعاب الاستمتاع هذا. غنوصل الاخوان للفقره الثالثه واللي هي فقره كيفاش تحمي راسك. مثلا اول نقطه غنبداو بها واللي هي راجع الصلاحيه ديال التطبيقات. تدخل لتفاصيل التطبيق الا لقيتي بان كاين الميكرو كاميرا شي حاجه بحال هكا اصلا ديك التطبيق انت ما كتستعملش فيه لا كاميرا ميكروفون. الموقع ديالك اني لهذا الشيء حيت باينه 100% من هذاك التطبيق ان التطبيق موجه بانك تراقب به. وثاني حاجه الاخوان استعمل بعض محركات البحث اللي امنه وكنصحك بروف وفايرفوكس. هادو من احسن محركات البحث اللي امنين وفيهم نسبه امان عاليه غير الاخرين. ثاني حاجه اخوان ننصحك بانك تستعمل VPN موثوق. وكنصحك عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهده تستعمل اد بلوكرز. اد اعلان يعني اد جايه من الاعلانات، بلوكرز يعني حذف يعني حذف اعلانات. شنو هو اد بلوكرز؟ باينه الاخوان حذف اعلانات. يعني ما دخلتيش التطبيق انت بغيتي تستعملو كيبغي يعرض لك بزاف ديال الاعلانات حيت كاين بعض التطبيقات اللي تقريبا كتدخل كتكليك كيطلع لك اعلان. هاد التطبيقات اللي كتخلي الاعلانات تدخل بزاف في التليفون ديالك. زائد الاد بلوكرز كيعاونك في الحمايه ديال كيزيد من الحمايه ديال التتبع ديالك ولا الترقب ولا التجسس اللي كيدوز عليك التطبيقات. الخلاصه ديال هادشي كامل الاخوان لان العالم الرقمي عالم زوين ولكن خصنا نتعامل معاه بكل جديه وحرص. حيت ديال الالعاب والتطبيقات ماشي سهل وماشي اي حاجه موثوقه. وهذا كان الفيديو الاخوان فيديو خفيف ظريف. غنوقف قبل ما نكمل الفيديو ديالنا باش لايك واشتراك في القناه فعل راسك التنبيهات وبارطاجيها لصحابك وما تنساش تشوف هذا الفيديو اللي غتبغي تتابعنا على واحد مزيان. واش كتبدا في الكومونتيرات اللي كنبقى عليه بحال شي بلان ديال الاعلانات كتبدا في الكومونتيرات عن الراي ديالك. كان معكم سعد الزروالي من قناه سعد الزروالي.